السلام عليكم، مرحبا بكم في قناه حنان. كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال. الوصفه ديال اليوم اللي غادي نحضروها مع بعضياتنا هي كيك رولي ساهل وبسيط كما غادي تشوفوا. غادي نبداو بلاجينواز اللي كتحتاج 4 ديال البيضات، كنكونوا خرجناهم قبل من الثلاجه باش نخدموا بهم، يعني كيكونوا بدرجه حراره الغرفه. وعندنا هنا واحد 2 معالق ديال الزيت، 2 معالق ديال الحليب، واحد الكيس ديال الفاني سكر فاني يعني سكر الفاني، مع شويه ديال الملحه. وعندي هنا واحد 80 غرام اي ما يعادل كاس الا ربع ديال سنيده. وعندي هنا كاس عامر ديال الدقيق، كاس العنبه ما يعادل 100 غرام. اول حاجه غادي نبداو بها، غادي ناخذ سنيده نضيفوها على البيض، وغادي نضيفوا لهم حتى داك الفاني، وغادي نطرب هذا الخليط مزيان حتى كيتضاعف الحجم ديالو وكيرجع اللون ديالو ابيض. بالنسبه هنا لاجينواز فضروري كنحتاجو الطراب الكهربائي باش كتصدق لينا. غادي نبقى مستمره هكا في التطراب حتى كنحصل على واحد الخليط اللي اللون ديالو ابيض كما غادي تشوفوا. تقريبا احتاج لي ديال الوقت ما بين 5 دقائق حتى 7 دقائق وانا كنطرب فيه حتى تحصلت على هذا القوام. غادي نضيف هذوك 2 معالق ديال الزيت مع 2 معالق ديال الحليب. بالنسبه للطراب نقصت له في السرعه، غادي غير نطرب غير واحد شويه وغادي نتوقف باش نكمل بالخلاط اليدوي. هنا غادي نبدا نضيف الدقيق كما كتشوفوا. غادي نضيف غير نصف نتاع الكميه وكنغربلها، واخا الدقيق راه ديجا عندي مغربل ولكن كنعاود نغربلو هكا باش كتصدق لينا لا جينواز. بالنسبه للدقيق ما كنضيفوش مره واحده، باش كنحاولوا نتحكموا في هذاك الخليط وكندخلوه بسهوله، وباش كنبقاو محافظين على هذاك القوام ديال لا جينواز. كما كتشوفوا كنحرك غير في اتجاه واحد وكنحرك شويه بشويه باش ما كيطيح ليناش الخليط وما كتبقى لنا لا جينواز مهويه. غادي نضيف هذاك الدقيق اللي بقى لي حتى هو بنفس الطريقه كنغربلوه. بالنسبه للدقيق اللي استعملت هنا الخاص بالحلويات، كما شفتوا لا جينواز كتحتاج شويه ديال الخاطر ولكن ماشي صعيبه، يعني نقدروا نحضروها بسهوله في البيت. غادي نستمر هكا في التحراك او كندخل داك الدقيق مع الخليط كما شفتوا غير شويه بشويه. غير هنا راني مزربه الفيديو. ومن بعد غادي ناخذ واحد اللاطه اللي عندي فيها 30 على 40، فرشت فيها هاد ورق الطبخ ودهنته بشويه ديال الزيت. ضروري كنديروا الورق ديال الطبخ والا غادي تلصق لينا لا جينواز. ومن بعد كنخوي فيها هذا الخليط وغادي نسرحو كما غادي تشوفوا. غادي نسرحو بسباتيل، كنسرحوه مزيان باش كنحصلوا على واحد الطبقه متساويه. من بعد ما كنقادها مزيان كندخلها للفران. تقريبا كنخليوها، انا احتاجت لي 8 ديال الدقائق، ما زدتش فوقها حتى دقيقه، لان ضروري لا جينواز نحترموا المده ديال الطبخ ديالها باش ما كتنشفش لينا في الفران. ليكم نتوما الا شفتوها باقا مازال محتاجه شويه كتزيدوها 2 دقائق، يعني المجموع 10 دقائق فقط. هنا من بعد ما خرجتها باقا سخونه كنرشها بشويه ديال السكر ثقيل او سكر كلاصي، وغادي ناخذ واحد الكاغط اخر ديال ورق ديال الطبخ وغادي نقلبها كما كتشوفوا. هنا نحيد هذاك الكاغط، كيتحيد بسهوله ما كيلصقش فيها، وكنحاولوا غير شويه بشويه لانها باقيه سخونه. من بعد غادي نرجعها في الكاغيط ديالها وغادي نحيد هذوك الجوانب اللي منها ومنها، لان مع الفران يتقرمشوا شويه. وغادي نلفها كما كتشوفوا بهذه الطريقه. من بعد غادي ناخذ واحد المنديل غادي نلفها فيه ونخليها حتى كتبرد مزيان، ممكن نخليوها حتى الغد وعاد نزينوها. بالنسبه للكريمه هنا غادي نحتاجوا واحد 2 معالق او 3 ديال شونتي بودر، وغادي نحتاج واحد الكاس معامرش ديال الحليب اللي يكون بارد، حتى الشونتي كتكون بارده. غادي نخلط هذاك الحليب مع الشونتي وغادي نطربوها او نطلعوها بهذا الباتور باش نحصلوا على واحد الكريمه اللي متماسكه. من بعد غادي نضيف لها هذاك الجبن الطبيعي كما غادي تشوفوا باش كتماسك لنا الشونتي وكتجينا واحد الكريمه اللي عاقده.
بالنسبه للكريمه هنا انا استعملت الشونتيي ديال العلبه او البودر. ممكن تستعملوا السائله حتى هي كتعطي نفس النتيجه. هنا ما كنضيف لها السكر لانها ديجا حلوه كما كتشوفوا هنا. هنا عفوا بقات لاصقه فيا لا جينواز. هنا الكريمه كما شفتوا قلبتها كتكون متماسكه، يعني كتكون صافي راها واجده. كنخليوها تبرد ضروري. كنا مازال الجينواز ما بردت كندخلوها للثلاجه، كنخليوها حتى الوقيته اللي كنبغيو نديروها في لا جينواز. انا بالنسبه لي هنا الجينواز خليتها مده ليله كامله كتبرد على خاطرها. كما كتشوفوا دوك التشققات اللي في الجناب ماشي مشكل، راه غادي كلشي يتسدى مع الكريمه، ومن بعد غادي نقادو لهذوك الجناب كنزولوهم. هنا خديت واحد ماشي نصف وانما تقريبا اقل من نصف ديال الكريمه اللي طربت. سرحتها مزيان في هاد لا جينواز ومن بعد كنلفوها بهذا الشكل. بالنسبه لهاد الكميه اللي عطيتكم ديال الكريمه فانا درت بها في الوسط ديال لا جينواز وزينت بها، يعني كانت كافياني. هنا كنضغط كما كتشوفوا باش كنحافظ على هذيك لا فوق ديال الرولي باش كيبقى محافظ على الشكل ديالو. كما شفتوا من بعد ما لفيتو راه خليته مده تقريبا واحد 2 ديال السوايع حتى كيتماسك مزيان. ممكن نحتفظوا به في المجمد حتى الوقيته اللي كنبغيو نقدموه عاد كنزينوه. هنا غادي ناخذ الكريمه اللي كانت بقات لي غادي نزين بها الوجه ديالو، والتزيين كيبقى على حسبكم نتوما، يعني داكشي اللي بغيتو. انا غادي ندير له تزيين عادي هكا كما كتشوفوا خديت هذه هكا كندير له دوك الشريطات وغادي نزوق من الفوق بشويه ديال الكريمه، ومن بعد غادي نزينو بالحبات ديال الفرامبواز صافي. يعني تزيين بسيط كيبقى على حسابكم نتوما كل واحد شنو كيبغي. من بعد غادي ندخلو الثلاجه حتى يبرد، والوقيته اللي كنبغي نقدمو يعني كنخرجو من الثلاجه كيكون متماسك. بالنسبه للجوانب كناخذوا الموس كنديروه في شويه ديال الماء دافي وهكا كنقطعو باش كيجينا الرولي مفيني. كما شفتوا هذا هو الشكل النهائي. كنتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم. كنضرب لكم موعد الى الفيديو القادم. بسلام عليكم.